تخيل يا صديقي ان انت النهارده بتفكر في حاجه معينه وعندك اعاقه حركيه وعندك اعاقه بصريه واعاقه سمعيه بتعوق حضرتك ان انت مش قادر تعمل الموضوع ده، بس مجرد التفكير في ده بتقدر تعمل ده في الفور وبسهوله جدا. اهلا بيكم في فيديو جديد لينا مع المهندس شاكر الجمل. نيورالينك هي شركه تابعه لإيلون ماسك تنجح في تركيب شريحه الدماغ. كلمة كتير بنسمعها في الفترة الحالية ومش عارفين الترند رايح على فين. نيورالينك هي شركة أسسها إيلون ماسك سنة 2016 وكان معاه 8 رجال أعمال في 2016. وشركة نيورالينك تختص للتكنولوجيا العصبية الخاصة بالدماغ. أنتجت هذه الشركة شريحة عصبية، الشريحة ديت فيها حوالي 1024 من الشرائح العصبية الموصلة بالدماغ. يعني النهاردة هيتفتح حتة في الدماغ كده، نبدأ تتحط الشريحة. من خلال الشريحة دي هنبدأ ان احنا مجرد ما نفكر في الحاجة اللي احنا عايزينها هنبدأ نعملها فورا. طب تتخيل الهدف منها ايه بقى؟ اول حاجة الهدف منها الناس اللي عندهم شلل معين ومش قادرين يتحركوا، بتساعد الناس دي ان هي تتحرك. ده رقم واحد. رقم اتنين بتساعد الناس اللي عندهم فقدان في السمع او البصر او الحركة، بيقدروا يسمعوا وبيقدروا يتكلموا. رقم ثلاثة ان هي بتساعد الانسان ان هو يتحكم في الاشياء عن بعد. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني لو حد عنده اعاقة سمعية وما بيسمعش، او اعاقة بصرية ومش بيشوف، او اعاقة في شلل معين ومش قادر يتحرك، بيقدر ان هو يتحرك بطلاقة. او عنده ضمور في العضلات بتقدر تساعده ان هو يتحرك بسهولة. يعني معنى كده لو حد عنده اعاقة بيقدر يمارس حياته الطبيعية، بيقدر يمارس حياته الطبيعية. يعني عايزين نقول لإيلون ماسك شابوه ليك يا إيلون ماسك على الشغل المحترم اللي حضرتك عامله ده. والحاجة الأكتر اللي عايز أقولها لك إن أنت من خلال الشريحة اللي بتتحط في الدماغ إن أنت بتقدر تخزن عليها معلومات. إيه ده؟ هو في الليمبي 8 جيجا بقى ولا إيه؟ هو الليمبي 8 جيجا بالظبط. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوه دي؟ هتقدر تخزن كتب وتقدر تخزن برمجه. لو انت عايز تشتغل من خلال البرمجه وتساعد نفسك في البرمجه وتتعلم برمجه، تقدر تخزن اي حاجه عن البرمجه. ده مش بس كده، حاجه عن الهندسه تقدر تخزن حاجه عن الهندسه، حاجه عن الطب، الصيدله. معاك شريحه زي ليمبي 8 جيجا بالظبط، تقدر تخزن كل معلومة او اي داتا انت محتاجها وبسهولة جدا، زي بالظبط الليمبي 8 جيجا. لغاية دلوقتي الكلام حلو قوي والمزايا كتيرة جدا. طيب ايه السلبيات بقى اللي ممكن تحصل من الموضوع ده؟ السلبيات اللي ممكن تحصل ان انا النهاردة لو عملت على حضرتك هاك، مش عملت على حضرتك بس، لا عملت على الشريحة اللي جوه دماغك هاك، وقدرت ان انا اعمل كنترول على هذه الشريحة، هجننك بقى، اخليك تمشي تكلم نفسك في الشارع. فخلي بالك من الحته دي. الحته دي مهمه جدا. لو لا قدر الله اتعمل على الشريحه دي هاك، هقدر ان انا اتحكم فيك واعمل عليك كنترول واخليك تروح في اي مكان واخليك تكلم ناس وممكن تضرب ناس وممكن تعمل حاجات غريبه جدا. فهل تتوقعوا الفترات الجايه ايه اللي ممكن يحصل في الشريحة اللي إيلون ماسك عملها؟ شكرا ليكم، كان معاكم شاكر الجمل، واستنونا في فيديو جديد مع الفيديوهات الرائعة عن التكنولوجيا اللي احنا بنعملها. شكرا لحضراتكم، مع السلامة.